فيلمنا النهارده بيبدأ في مدينة جميلة اسمها ستوكر اون، وفي المدينة دي بنشوف وحش ضخم اسمه ريبيرن، وكمان بنشوف المدرب بتاعه اللي اسمه جامبو، واللي بنكتشف ان هما كسبوا بطولة العالم لمصارعة الوحوش 9 مرات على التوالي، وكاننا للأسف بنعرف ان هما غرقوا في البحر وهم في طريقهم لمباراة معينة، وبسبب اللي حصل ده بتفضل مدينة ستوكر ما عندهاش وحش يلعب باسمها. ولكن بعد فترة صغيرة بيقدر تلميذ المدرب جامبو اللي اسمه سيجن بيجيب وحش جديد للمدينة، وبنعرف وقتها ان الوحش ده اسمه تين تكنر، وبيرجع الاستاد المدينة يتفتح من تاني، وبتتجمع الناس من كل مكان عشان يتفرجوا على المباراة. وفي الوقت ده بنشوف بنت اسمها اوني، واللي بيبان عليها انها متحمسة جدا، وبنعرف وقتها انها مشهورة في مدينة ستوكر، وده لانها بتكون هي بنت المدرب جومبو. وبعدها بتدخل اوني للاستاد وبيظهر عليها انها فرحانة ومنبهرة جدا باللي بتشوفه ومن كم الجمهور اللي موجود فيه. وبنعرف ان المباراة دي هتكون ما بين تنكرر والملك اللي اسمه جورج، واللي بيكون هو حامل حزام البطولة. وبعدها بنشوف المذيعين وهما بيفكروا الجمهور ان عدى 9 سنين على وفاة البطل ريبو المدرب جيمبو، وان من وقتها مفيش اي مباريات اتلعبت في الاستاد ده. وساعتها بيبدأ يغني للبطل ريبو برين وكمان المدرب جيمبو. وفي الوقت ده بتكون ويني سعيدة جدا باللي بيحصل، ومن ناحية تانية بيستعد تنكر علشان المباراة. بيدخل الاستاد وبيحتفل مع الجمهور اللي بيجي وبيسلم عليه، وبنعرف وقتها ان التركر ده قدر انه يفوز في كل المباريات اللي هو لعبها، وان هو لو كسب في المباراه دي هياخد حزام البطوله. هو بيدخل الحلبة وبيفضل يستعرض عضلاته قدام كل الناس الموجوده. الوقت ده بيوصل الملك جورج حامل حزام البطوله، وبنعرف ان هو بيلعب باسم دوله انجلترا. وبيدخل الملك جورج جوه الحلبة وبيقف قدام تنكر وبيستعد هما الاتنين للمباراه. ومن ناحيه تانيه بنشوف والدة ويني اللي بتيجي وبتقعد جنب بنتها، واللي بتكون متوتره جدا وخايفه من تنكر يخسر المباراه. وفعلا بتبدا المباراه ما بين الملك جوردي وتنكر، وده نفهم ان تنكر ما بيكونش قادر انه يتصدى لهجمات الملك جورج واللي بينقض عليه، وبيفضل يضربه بمهاره شديده. وبالصدفه بنلاحظ ويني ان الملك جوردي بيعمل حركه معينه بلسانه وقبل كل هجمه بيعملها، فبتتحرك ويني وبتسيب والدتها وبتجري بسرعه وسط الجمهور، وبتروح تتسلق رافعه عملاقه عشان توصل للحلبه. بمجرد ما الجوله الاولى بتنتهي بنشوف تنكر وهو خايف ومتوتر جدا، وساعتها بيجيله ساجه وبيحاول انه يطمنه ويفهمه ان هو هيقدر يتغلب عليه، ولكنه برضه بيكون خايف ومش عارف ازاي هيقدر يفوز على الملك جورج، وده لانه بيكون اقوى من تنكر بكتير. وفجاه بتجيلهم ويني وبتقول لهم ان في حركه معينه بيعملها الملك جورج قبل اي حركه، وهي انه بيطلع لسانه قبل كل هجمه بيعملها، وبتفهمهم ان هم لو استغلوا النقطه دي هيقدروا يفوزوا في المباراه بكل سهوله. بينبهر تنتكلر من تفكير ويني وبيشكرها على مساعدتها. وبعدها بتبدا الجوله الثانيه واللي تنكر بيقدر فيها انه يتفادى كل هجمات الملك جورج. بمجرد ما بيشوفه وهو بيعمل حركه معينه بلسانه وبيبعد عنه، وبعدها بيمسكوا بمجساته وبيرفعوا لفوق وبيضربوا بالضربه القاضيه، وساعتها ما بيقدرش الملك جورج انه يقوم من تاني بعد الضربه دي. وبعدها بتنتهي العد التنازلي وبيكسب تنكر المباراه، ووقتها بيفضل الجمهور يحييه وبياخد تنكر حزام البطوله، وبيكون فرحان جدا وبيشكر اهل المدينه ستوكر لانه من غيره ما كانش هيقدر يوصل اللي هو فيه. ولكن فجاه بيعرفوا انه للاسف مش هيقدر يكمل معاهم في مدينه ستوكر. صدموا اهل المدينه جدا وبيكونوا زعلانين جدا، ولما بيجي المذيع يساله عن السبب بيعرفوا ان هو بيحاول يصنع تاريخ، وانه مش هيقدر يعمل كده في مدينه كلها ابطال، لان المدينه دي ليها تاريخ عظيم في مصارعه الوحوش. يقول تنكر ان الجمهور ان هو يلعب باسم مدينه تانية اسمها ليفربول. ساعتها بيجي راعي تنكر الجديد اللي اسمه جيمسي، واللي بيكون فرحان جدا لان تنكر وافق انه يلعب باسم المدينه بتاعته. اما سيجي فبيروح يعتذر لاوني وبيعرفه ان هو لازم يفضل مع تنكر، وبعدها بيخرج تنكر من الحلبه وبيكسر صوت ريبيرن وهو خارج من الحلبه. فبتحزن ويني جدا وبتتضايق وبتكون مصدومه من اللي حصل. وفي تاني يوم بنشوف اهل المدينه وهم متجمعين كلهم، ووقتها بيدخل عليهم عمده المدينه وبيكون باين عليه انه متضايق جدا ومتوتر، واللي بيحاول انه يفهم كل الموجودين ان الوضع اسوأ من ما هم يتخيلوا. وبيطلب العمده من المساعده بتاعته انها تشرح لهم الوضع الحالي للمدينه. وساعتها بتبدا مساعده العمده تشرح لهم ان الاستاد بيكلف فلوس كتير جدا للدوله، وانهم طول ما هم ما عندهمش وحش يلعبوا باسم المدينه هيفضل الاستاد مقفول، وان كده مفيش مباريات هتتلعب ولا هيكون في جمهور، وبالتالي مفيش فلوس، وبكده المدينه هتعلن افلاسها ويحصل لهم زي ما حصل لمدينه بيت سمور. وقتها بنعرف ان المدينه دي اعلنت افلاسها وان ما بقاش فيها غير حلبه واحده للمباريات الغير شرعيه. فبيتصدموا كل الموجودين من اللي بيسمعوه. وساعتها بيدخل العمده وبيهديهم وبيقول ان تنكر في مدينه ليفربول عرض عليه عرض مغري وان هو يشتري الاستاد بتاعهم مقابل مبلغ كبير جدا، ولكن المشكله انه عاوز يفجر الاستاد علشان يحوله لملعب سيارات. فبيتصدموا كل الموجودين لما بيسمعوا الكلام ده وبيكونوا متضايقين جدا وزعلانين جدا جدا. بتتضايق ويني جدا وبتقول لهم ان هم ما ينفعش يدمروا الاستاد، وده لان المدينه بتاعتهم من غير مصارعه الوحوش هتبقى ملهاش اي قيمه. يعرفها العمده ويفهمها
لان لو ما باعش الاستاد هيضطر ان هم يعلنوا افلاسهم، وبيعرفوا ان في قرض على الاستاد ده ولازم يدفع خلال 90 يوم، وانهم اكيد مش هيلحقوا يجيبوا وحش جديد يلعب باسم المدينه. فيحزنوا كل الموجودين وبيمشوا من المكان، وبنعرف ان هم متضايقين. وبعدها بتروح ويني للاستاد وبتتفرج على صور والدها مع ري بين اللي بتكون متعلقه في كل مكان، ووقتها بتسترجع ويني ذكرياتها مع والدها، وبتفتكر وهو بيقول لريني بين ان كل اللي هم محتاجينه موجود في المذكرات بتاعته وجوه عقله. وبتفضل ويني تفتكر مباريات ري بين اللي بيقدر فيها انه يهزم كل الوحوش اللي بتتصارع. وفجاه بتيجي لنوني فكره وبترجع للبيت بسرعه، وهناك بتخرج مذكرات التدريب بتاعت والدها، وبتروح تقول لوالدتها انها قررت تسافر لمدينه بيتسمور وعليها عشان تجيب وحش يلعب باسم مدينه ستوكر. فبتستغرب والدتها جدا وبتقول لها دي مش مسؤوليتك. فكر ويني ان هي بنت اعظم مدرب في العالم وانها لازم تحمل الاستاد بتاعهم مهما حصل. وبتمشي ويني بتروح تركب القطر اللي بياخدها وبينطلق فعلا بيها، وبتوصل ويني لمدينه بيتسمور اللي بتكون مدينه شكلها مرعب جدا ومخيف جدا جدا. بعد شويه بتوصل ويني لحلبة المباريات الغير شرعيه وبتدخل جواها، ولما بتيجي ويني تقرب من الحلبة بتشوف 2 من الوحوش وهم بيتصارعوا. وبتكون واحده من الوحوش دي عباره عن حربايه مرعبه، واللي بتضرب الوحش اللي بيصارعها وبتمسك من ديله وبتلفه بسرعه كبيره جدا وبترميه بره الحلبة. فبتنبهر ويني جدا من اللي هي شافته، وبينبهروا كل الموجودين من اللي حصل. وبعدها بتروح ويني تطلب من الحربايه دي انها تلعب باسم مدينه ستوكر، وبتقول لها انها هي بكده هتقدر تشارك في المباريات الرسميه، وانها كمان هي اللي هتكون المدربه بتاعتها. فبتتريق عليها الحربايه وتفضل تضحك عليها. وبعد شويه بتروح ويني تقابل وحوش جديده وبتقول لهم نفس الكلام، ولكن كل الوحوش ما بيبقوش مهتمين بكلامها وبيفضلوا يتريقوا عليها ويضحكوا عليها. وساعتها بتفقد ويني الامل في انها تلاقي وحش يلعب باسم مدينتها. وفي الوقت ده بيجي لها راجل غريب وبيواسيها وبيقول لها ان هو راهن بكل فلوسه على الوحش البرتقالي، وبيعرف ان الوحش ده اسمه ستيف وانه ما كسبش اي مباراه في حياته قبل كده، وبيفهمها انه لو فاز المره دي هيكسب كل الفلوس الرهانات. فبتستغرب ويني جدا لما بتشوف ستيف وهو بيعمل حركه معينه، وساعتها بتسترجع ذكرياتها مع والدها في الماضي وبتفتكر ستيف وهو بيلعب معاه ايام ما كان لسه صغير، وبتفهم ان ستيف ده هو ابن بيرن اللي اسمه ري. وبترجع تاني للمباراه مع ستيف اللي بيطلب من الوحش انه يقرب منه. وفجاه بتيجي ويني وبتنادى على ستيف باسم ري، فبيتفاجئ وبيستغرب جدا، وده لما بيسمع اسمه لانه ما بيبقاش متعود انه يسمع اسمه، وبيقع على الارض. وساعتها الوحش بيقرب منه وبيفكره بالحاجات اللي هو المفروض ده يعملها، وفعلا بيمسك ستيف ويمثل ان هو هيضربه. ساعتها بنفهم ان هما الاتنين متفقين مع بعض. وفي الوقت ده بيجي الحكم وبيفكر ستيف انه لازم يخسر المباراه زي ما هما متفقين، والا الزعيمه هتعجنه وهتخربطه. فبيخاف ستيف وبيتعب جدا وبيرجع بعدها تاني يكمل المباراه، وكمان بيقول للخصم بتاعه الحركات اللي المفروض هيعملها. ولما الوحش بيجي يقرب منه عشان يسقط عليه وبتشتت ستيف وبيتفاجئ، وبتفضل ويني تنادى على ستيف وبتقول له ان انا عارفه ان انت ري ابن ري بيرن، وبتطلب منه نتكلم معاه. فبيتجاهلها ستيف، ولما بيجي يزقها بيضرب الوحش بالغلط وبيوقع على الارض قدام الكل. فبيترعب ستيف جدا وبيحاول انه يفوق الوحش قبل ما العد التنازلي ينتهي، ولكن الوحش ما بيفوقش. واخيرا بيكسب ستيف المباراه، وساعتها بيصطدم كل الموجودين من اللي حصل. وفجأة بتفتح باب عملاق بيخرج منه وحش صغير وبيقع ستيف على الأرض. وساعتها بتخرج الزعيمة بتاعتهم اللي بتكون شكلها مرعب جدا، واللي بتدخل جوه الحلبة وبتقرب من ستيف وبتفهم إنها خسرت كل فلوسها وده بسبب إنه كسب المباراة وإن هم كانوا متفقين إنه يخسر. فبيعتذر لها ستيف وبيقول إن ده حصل غصب عنه، وإن هو كان دايما بينفذ اتفاقاتهم وبيخسر. وبتضغط عليه وبتخوفه وبتهدده إن هي هتقتله لو ما رجعلهاش كل الفلوس اللي هي خسرتها بسببه، وبتديله مهلة لمدة معينة علشان يرجع لها فلوسها. وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتروح ويرني لستيف وبتقوله انها ممكن تساعده عشان يقدر يجمع الفلوس المطلوبة منه، وبتعرفه بنفسها وبتقول له ويني انها بنت المدرب جومبو اللي كان بيدرب والده رين بين. فبيقول لها ستيفن وما يعرفش هي تقصد ايه وبيحاول انه يتجاهلها، ولكن ويني بتفضل تضغط عليه لحد ما بيتعصب وبيقول لها ان هو ري ابن ري بيرن. فبتفرح ري لما بتسمع الكلام ده، وبتقول ان هي محتاجاه يلعب باسم مدينة ستوكر، وانها هتستخدم مذكرات والدها في تدريبه عشان يقدر يفوز في المباريات، وان هو بكده يقدروا يستعيدوا استاد مدينة ستوكر من تاني. فبيستغرب ستيف من كلامها وبيفضل يتريق عليها. وفي الوقت ده بتيجي الزعيم وبتطلب من ستيف ان يجهز لها الفلوس بتاعتها في اقرب وقت. وساعتها بيخرج ستيف من المكان وبيقرر انه يساعد ويني، وبيطلب منها انها ما تقولش لحد ان اسمه ري ولا حتى تقول ان هو ابن ري بيرن. وفي تاني يوم بتشوف ويني وهي نايمة على دماغ ستيف واللي بيصحيها لانه بيكون واصل لمدينة ستوكر. وبعدها بيدخلوا هما الاتنين لساحة التدريبات اللي جوه الاستاد،
وبيفرح جدا ستيف لان المكان ما اتغيرش من يوم ما سابه. بيروح ستيف يتفرج على الحلبة وبيرجع وقتها للماضي وبيفتكر ذكرى ليه مع والده ايام ما كان لسه صغير، واللي فيها بنشوف ري بيرن وهو بيطلب منه يبطل يتدرب على القتال. وفي الحاضر بتروح ويني لستيف وبتعتذر له انها كانت هي السبب في اللي حصل، وبتعرفوا ان هما لازم يفوزوا في المباريات ولا الاستاد بتاعهم هيتدمر وتحاول معه بسيارات. فبيقول لها ستيف انه بيحب المصارعه وانه اكيد بيحب والده، ولكنه برضه مش عاوز يكون نسخه منه، وبيفكرها انه يساعدها عشان الفلوس مش اكتر. فبتتضايق ويني وبتقول له انها هتبدا تدربه من اول بكره وبتسيبه وتمشي. وفي تاني يوم بتصحى ويني بدري جدا وبتستعد بسرعه بتغير هدومها، وساعتها بتيجي والدتها وبتشجعها وكمان بتديها مفتاح المركبه بتاعت والدها. فبتبقى مبسوطه جدا وبتشكرها وبتصير بالمركبه بتاعت والدها وبتطير بالمركبه بتاعت والدها وبتنط بسرعه وبتلف حوالين الاستاد. وبعدها بتروح تصحي ستيف اللي بيبقى متضايق منها وبيقول لها انها بنت مزعجه جدا وبيفهمها ان هو ما بيحبش التدريبات نهائيا، وبيطلب منها انها تجيب له مباراه وهو هيتولى الباقي. وفعلا بتقرر ويني انها تعمل كده. وبالليل بنشوف ان ويني فعلا جابت مباراه لستيف مع وحش اسمه جاكسون، واللي بيكون باين عليه انه قوي جدا واللي بيفضل يستعرض مهاراته وهو بيدمر العربيات. وبنشوف ويني وهي بتشجع ستيف وبتقرا له مذكرات والدها وبتقول له على الحركات اللي هتفيده في المباراه، ولكن ستيف بيتجاهلها وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بتبدا المباراه وبينقل جاكسون على ستيف اللي بيقدر ان هو يتفادى كل ضربات، ولكن برضه بيقع على الارض. هو بيمثل ان الضربات صابته، فبيتعصب جاكسون جدا، وده لانه بيكون فاهم ان ستيف بيمثل، وبينط جاكسون لفوق وبينتقل فجأة عليه، وقبل ما يضربه بيلحق ستيف نفسه وبتخلص الجوله الاولى وبتنتهي. وبتروح وين لستيف وبتأمل ان دي مباراة حقيقية وان هما مش هياخدوا فلوس الا لو فازوا فعلا في المباراة. فبيتصدم ستيف لما بيسمع الكلام ده وبيسألها ازاي يقدر يهزم جاكسون، فبتقول له ان في خطة هي بتعملها وبتطلب منه ان يخليه يجري وراه لحد ما يتعب، وبتقول له ان وقتها هو هيقدر يفوز عليه بكل سهولة. وبعد شوية بتبدأ الجولة التانية وساعتها بيقرب جاكسون من ستيف وبينقض عليه، لكن ستيف بيقدر انه يتفاداه وبيفضل يجري في الحلبة عشان يتعبه. وقبل ما جاكسون يوصل له بيتعلق ستيف في الرفعة اللي بياخدها وبترميه بعيد، فبيروح جاكسون وراه وبيفضل يطارده وسط المينا. وبيتعب جاكسون جدا من اللي ستيف بيعمله وبيخبط في حاويات الشاحنة علشان يوقعه من عليها، ولكن ستيف بيقدر انه يتعلق في خطاف قريب منه وبيتحرك بيه وبيقع تاني في الحلبة. وساعتها بيدخل جاكسون جوه الحلبة وهو مش قادر يتحرك من الارهاق، فبيستغل ستيف الفرصة وبيقدر انه يثبت جاكسون، وبيبقى كده كسب العد التنازلي وبيكسب ستيف المباراة. وساعتها بيروح لويني وبتفضل تحييه لانه كسب، فبيبقى مبسوط جدا، وده لانه اول مرة يكسب مباراة حقيقية في حياته. ومن ناحية تانية بنشوف المذيعين وهما بيتريقوا على المباراة لأن ده ستيف كان عمال يجري وجاكسون كان عايز يموته وهو كان بيجري زي الأخضر. كمان بيتكلموا عن تنتكرا اللي بقى بيلعب باسم مدينة ليفربول، وبيقولوا إن هو يقدر يهزم كل الوحوش اللي بتتصارع حواليه. وبترجع تاني لوني اللي بتكون متعصبة جدا، وده لأن المباراة بتاعتهم كانت أسوأ مباراة في الأسبوع. وبتروح ويني وبتفهم ستيف إن هو لازم يتدرب، وفعلا بتبدأ ويني تدرب ستيف. وقتها بنكتشف إنه ضعيف جدا جدا، وبالرغم من ده بتستمر ويني في تدريبه على أمل إنه يتحسن، ولكن للأسف ما بيتحسنش. فبتتضايق ويني جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه تاني، فبيعتذر لها ستيف وبيقول لها ان هو ساب مدينه ستوكا لانه ضعيف وان الناس كلها كانت عاوزاه يكون زي والده. فبتقف جنبه وبتقول انه ممكن يكون اسلوب التدريب والدها هو اللي ما يكونش مناسب ليه، وبتقرر وين انها تغير طريقه اسلوب والدها وتدربه بطريقه مختلفه. وبتسأله عن الحاجات اللي بيكون سعيد وهو بيعملها، فبيقول لها ستيف ان هو بيحب النوم وانه بيقدر ان ينام كتير جدا، ولكن ويني بتكون عارفه ان هو بيحب الرقص، وبمجرد ما بتشغل اغنيه بيبدا ستيف يرقص وهو سعيد ومبسوط. فبتنبهر ويني جدا جدا لما بتشوف ستيف وهو بيرقص بمهاره شديده، وبتقول لنفسها ان معظم المصارعه معتمده على حركات الرجلين. وساعتها ويني بتجيلها فكره مجنونه وبتجيب خطوات على شكل قدام ستيف وبتطلب منه انه يرقص على الخطوات دي، وكمان بتبدا تتحرك على الرسومات اللي على الارض بطريقه معينه وبتطلب من ستيف انه يقلدها ويعمل زيها. وفعلا بيعمل ستيف كل حاجه بتطلب منه، واثناء ما هو بيرقص بيفضل يتدرب على المصارعه. وبيبدا ستيف انه يشارك في المباريات، وبعدها بيدخل مباراه مع وحش مخيف جدا واللي بيهاجمه وبيضربه بسرعه كبيره جدا، ووقتها ما بيكونش ستيف قادر انه يتصدى له. وساعتها بتنصح ويني انه ينفذ طريقه الرقصه اللي هي ضربته عليها، فبيقدر ستيف انه يتفادى ضرباته وبيقدر ان هو يضربه ويخليه مرمي على الارض. وفعلا ستيف بيكسب المباراه. بتعدي الايام وبتقدر وين انها تضرب ستيف وهو بيرقص، وساعتها بنلاحظ ان ستيف سعيد جدا باللي هو بيعمله وبيبدا مستواه يتحسن جدا في المصارعه. بعدها بيشارك في مباراه تانية مع وحشين في نفس الوقت، وبيفضل ستيف يرقص وهو بيصارعهم وبيقدر انه يفوز عليهم. وكمان بنشوف ويني اللي بدات تتعلم الرقص اكتر، وده عشان تضرب ستيف بطريقه افضل. وفي يوم من الايام بتروح ويني لستيف وبتقول ان هم عندهم مباراه جديده، ولكن المشكله ان المباراه دي هتكون مع وحش قوي جدا وضخم جدا، وانهم علشان يقدروا يهزموه لازم يقلبوه على ظهره. وبتقول له انها جابت له حربايه علشان يتدرب معاه.
وفعلا بتبدا مرحله تدريب ستيف مع الحربايه اللي بتجري بسرعه وبتنط عليه، ولكن ستيف بيقدر انه يواجهها بكل مهاره، وبكل مره بيجي يحاول انه يشيلها ما بيعرفش، ولكن في النهايه بيقدر انه يشيلها ويقول لها تخينه عجله في شله، وبيقلب على ظهرها. وبعدها بيجي ميعاد المباراه وبيدخل الوحش الحلب واللي بيبان عليه انه قوي عملاق جدا، ووقتها بنلاحظ ان ستيف مش قادر حتى انه يحركه من مكانه، وفجاه بيبدا الوحش يضرب ستيف وبيحبسه بزوايا الحلبة، وكمان بيمسكه وبيرميه على الحبال. وساعتها بتطلب ويني من ستيف انه ينفذ الخطة بتاعتهم. اما الوحش بيجي ينقض عليه بيشيله ستيف وبيرميه بره الحلبة، وفي الوقت ده ما بيكونش الوحش قادر انه يقوم من مكانه، واخيرا بيقدر ستيف انه يكسب المباراة. فبتفرح ويني جدا وبتاخد منه الجايزة اللي بتكون عبارة عن فلوس كتير جدا. ومن الناحية التانية بنشوف ويني اللي بتعمل لقاء مع واحد من المذيعين واللي بيقول لها ان ستيف بيرقص في الحلبة، وانه على الرغم من كده كسب 3 مباريات متتالية. فبتشكره ويني وبتقول له ان ستيف مستعد يقاتل اي وحش مهما كان، حتى لو ما كان ستوكر. وساعتها بيفرحوا كل اهل المدينه لما بيسمعوا الكلام ده. في المكان تاني بنشوف نكر وهو بيتمرن واللي بيتعصب جدا لما بيتفرج على الاخبار وبيعرف ان استاد مدينه ستوكر هيشتغل من تاني. وبنرجع بعدها لاوني وستيف اللي بيكونوا متحمسين جدا، وفجاه بيجي مكالمه لاوني اللي بتعرف من المكالمه دي ان الملك جورج عاوز يتصارع مع ستيف في استاد مدينه ستوكر. فبتوافق اوني وبتفرح جدا بالخبر ده. ومن ناحية تانية بنشوف مدرب الملك جورج اللي بيقوله ان هو جاب له مباراة مستحيل يخسرها، ولكن وقتها بيبان على الملك جورج انه خايف جدا وانه مش عاوز يصارع تاني. وبنروح بعدها لويني ستيف اللي بيفضلوا يرقصوا وهم ماشيين في المدينة، وبمجرد ما بيدخلوا الاستاد بيتفاجئوا بمجموعة من العمال وهم بيقضوا المكان. وساعتها بتروح مساعدة العمدة لويني وبتعتذر لها عن اللي بيحصل، وبتفهمها ان جيمسي هيدفع فلوس اكتر لو هم باعوا الاستاد النهارده. وبتعرفوا ان العمدة راح يوقع العقد في استاد ريفربور، وفعلا بنشوف العمدة اللي بيكون راح لجيمسي عشان يوقع عليه العقد. ولكن فجأة بتوصل ويني هي وستيف وبتطلب من العمدة انه يستنى، وبتعرف جيمس ان مدينة ستوكر بقى عندهم وحش جديد، وبيفهموا ان الملك جورج هيصير على الصيف في الاستاد بتاعهم. ولكن تنكر بيفضل يضحك عليها وبيقولها ان الملك جورج اعتذر خلاص، وبيطلب من جيمس ان هو على العقد. وبيفهم ويني ان هو اللي عاوز يدمر الاستاد، وده لانه مهما فاز في مباريات هيفضلوا ريبي وبرين هم افضل ناس في مصارعة الوحوش، وان هم هيدمروا الاستاد كده كده وهيمحوا كل تاريخ المصارعة. ويفضل تنكر يتريق على ستيف ويمسكه ويرميه على المدرجات. فبتفضل ويني تترجى تنتقل انه ما يعملش كده، ده لان الاستاد هو كل حاجه بالنسبه ل200 ستوكر. فبيقول لها تكر ان الموضوع ما يخصهاش، وبيخلي جيمس واقع العقد وبيمشوا كلهم من المكان. فبتحزن ويني جدا وبتعيط وبتروح تقعد على سطح واحد من المباني. وفي الوقت ده بيجي ستيف وبيقعد يكلمها ويواسيها. فبتقول له ويني دلوقتي ان هو معاه الفلوس اللي محتاجها عشان يسدد الديون اللي عليه. وبتكون ويني حزينه جدا لانها ما قدرتش تحافظ على اسم والدها، وبتسيب ستيف وبتمشي. وبعدها شويه بيرجع ستيف لمدينه بيت سمور وبيدي الفلوس لمساعد الزعيمه. ووقتها بتيجي الزعيمه وبتعرفوا ان في ناس كتير مننا عايزين يفوزوا في المباراه الجايه، وبتطلب منه يخسر عشان هي اللي تكسب كل الرهانات. ولما بيروح ستيف يفتح الخزانه بتاعته بيشوف صوره ليه مع والده، بيتشجع جدا وبيقرر انه ما يستسلمش. وبنروح بعدها لويني اللي بتفضل تتفرج على العمال وهم بيحطوا الديناميت حوالين الاستاد. وفجاه بتتخض لما بتلاقي ستيف بيبص عليها من الشباك، وبتخرج وبتساله هو بيعمل ايه هنا. فبيقول لها ستيف ان هو مش هيستسلم ولا هيخليها تستسلم، وان هم مش هيدمروا الاستاد وده مهما حصل. وبيقول لها ان هي قدرت تغير حياته للاحسن، وانه من غيرها ما كانش هيقدر يعمل اي حاجه. فبتحضنه. ومن ناحيه تانية بنشوف تريكر وهو واقف جنب استاد ستوكر، واللي هو بيفكر ان اهل المدينه ان هو يدمر الاستاد عشان يحولوا الماء بسيارات. وساعتها بتظهر ويني هي وستيف وبيعرفوا ان هم اللي قطعوا الاسلاك المتواصله بالديناميت. وبيبدا ستيفن يستفز تنكر وبيقولوا ان هو هيقدر يغلبه في اي مباراه على الاستاد ستوكر. فبيتنكر ستيف من الكلام ده وبيساله عن السبب اللي خلاه يتحداه، وده لانه شاف وحش فاشل. وساعتها بيعرفوا ستيف ان اسمه الحقيقي هو ري بين، وان هو ابن بطل ري بين اعظم وحش مصارع في التاريخ. فبينبهر كل الموجودين لما بيسمعوا الكلام ده، وكمان بيتصدم تنكر وبيتعصب جدا. ساعتها بتستغل وين الفرصه وبتستفزه اكتر عشان يوافق انه يصارع ستيف. وبتفهم ان هم بيلعبوا مباراه من 3 جولات، وانه لو ما قدرش يهزم ستيف او خلاه يستسلم هم هيحترموا القرار بتاعه. وبتفضل تتريق عليه، وده لانه ما كانش قادر يغلب الملك جورج من غيرها. فبتعصب جدا وبيتضايق جدا وبيوافق وبيقول انا هتصارع مع ستيف، وبيقول انه لو هزمه هيدمر الاستاد بالكامل. وساعتها بيبدا كل الموجودين يحيوا ستيف وبيشجعوه. فبيتضايق تنكر اكتر وبيبقى عايز يضربه، وبيضرب تمثال جيمبو وبيطيره بعيد وبيقع فوق قمة جبل. في الوقت ده بينتشر الخبر في كل مكان، والعالم كله بيعرف ان ستيف يبقى هو ابن البطل. وبنرجع تاني لويرن اللي بنعرف ان ستيف ان كل اهل المدينة اتجمعوا وعملوا له ساحة تدريب، وده عشان يقدر يتدرب فيها على انه كامل 3 جولات ضد تنكر. وبيفهموا ان هو لازم يعدي من الاختبار لكل عوائق ويوصل لتمثال والدها. فبيتصدم ستيف من شكل الاختبار، وبرغم من كده بيبدأ انه يتدرب عليه، ولكن للاسف بيواجه صعوبات كتير وفي كل مكان بيلاقي فخاخ. وبالرغم من كده بيكمل
بيكمل ستيف تدريباته عشان يقدر يجتاز الاختبار. وبتعدي ايام كتير وستيف بيتدرب اكتر وبيقع في المحاولات اكتر واكتر، وبيقدر ستيف في الاخر انه يجتاز كل الاختبارات وكل العوائق، وبيجري بسرعه كبيره وبيقدر ان هو يوصل لتمثال جامبو. وساعتها بتجيله ويني في فكره وبتشجعه وبتقول ان هو هيقدر يتغلب على الوحش ده وان هو كده بقى مستعد للنزال. وبعدها بيجي ميعاد المباراه وبتتجمع الجماهير من كل مكان في العالم ونشوف المذيعين اللي بيكونوا كلهم متوقعين ان ستيف هيخسر من اول جوله. وبعدها بيدخل ستيف للاستاد وهو بيرقص بمهاره شديده وبيطلع على حلبه بطريقه مبهره جدا. ووقتها بنشوف ان في عدد كبير من الجماهير اللي بتشجعه، ومن ناحيه تانيه بنروح والدتي لبنتها وبتقول لها ان مهما كانت النتيجه والدها هيكون فخور بيها جدا. وفي الوقت ده بيدخل تناكر جوه الاستاد ومعاه حزام البطوله وبيقول لاهل المدينه ان هم مش هيشوفوا الحزام ده تاني. بمجرد ما ستيف بيشوف صوره والده بيتوتر وبيقول لويني ان هو خايف جدا، ولكن ويني بتحمسه وبتفضل تشجعه وبتقول له ان هو اكيد هيقدر يكمل الثلاث جولات وتاريخهم هما الاثنين هيبتدي من هنا. فبيتحمس جدا ستيف وبيشكرها. ومجرد ما بتبدا المباراه بيتنكر ستيف وبيتضرب ستيف بضربه جامده جدا وبتوقعه على الارض، ولكن ستيف بيقدر انه يقوم من تاني وبيبدا يرقص وبيتفك هجمات الوحش ده ويبقى عنده مهاره. وساعتها بيفهم المذيعين ان ستيف هيفضل يتفادى هجمات نكر بالراس وده لحد ما ينتهي وقت الجوله. فبيتعصب نكر جدا وبيطلع على الحبل وبينطلع السيف اللي بيقدر انه يبعد عنه بسرعه، ولكن النكر بيمسكه وبيرميه على زاويه الحلبه وبينقض عليه من تاني، ولكن ستيف بيهرب منه. بعد معينه بتخلص الجوله الاولى وبيفرح ستيف وهو واني جدا ان هم ما قدروش ان يهزموا من اول جوله. اما سيشي فبيروح للنكر وبيطلب منه ينفذ الخطه اللي هم كانوا بيتدربوا عليها. وبعدها بتبدا الجوله الثانيه وفجاه بيبدا تنكر يرقص مع ستيف وبيمسكه، وساعتها ما بيكونش ستيف قادر انه يهرب منه وبيستغل تنكر الفرصه وبيوقع ستيف على الارض وبينقل عليه وبيهاجمه وكمان بينقض عليه وبيمسكه وبيلف حوالينه وبيرميه على الارض من تاني. وبيفضل تنكر يهاجم ستيف اللي ما بيكونش قادر انه يتصدى له. وفجاه بيبدا تنكر يضربه ضربات قويه جدا ورا بعض وبيمسكه من رقبته وبيرفعه لفوق عشان يضربه بالضربه القاضيه. وقبل ما تنكر بيعمل كده بتخلص الجوله الثانيه، وساعتها بيقرب تنكر من ستيف وبيهدده انه لو ما سابش الحلبه هيقتله. وفي الجوله الثالثه بيروح سنيكر وبيفهم ان تنكر مش هيهدى غير لما يقتله ويقتل ستيف، وانه لازم يخرج من الحلبه بسرعه ويسيبها ويمشي. ولكن ويني بتكون خايفه على ستيف جدا وبتقرر ان هم يستسلموا، ولكن ستيف بيمنعها ويبص على صوره والده وبيتحمل وبيطلب من ويني ان هم يجربوا طريقه تانية، وهي ان هم يحاولوا يفوزوا مش بس بتبادل هجمات بل بالعكس ان هم يدمجوا الرقص بالمصارعه وبيتعرفوا الحركات اللي هو هيعملها. فبيتعصب نكر جدا لان ستيف ما استسلمش وكمل المباراه. وبعدها بتبدا الجوله الثالثه وبيبدا ستيف يضرب اتنكر وبيفك هجمات وبيفضل كيرر اعصابه متضايقه جدا ويحاول انه يضربه، ولكن ستيف بيفك الهجمات تاني وبيضربه وبتستمر المباراه وبيكونوا كل الموجودين متبهرين من اللي بيحصل. وفجاه بتيجي لستيف فكره مجنون وبيمسك مجسات نكر وبيلزقها بزاويه الحلبه وبيضربه ضربه قويه جدا وبيطلع فوق الحبال وبينط علشان يضربه، لكن هما بيخبطوا ببعض خبطة قوية جدا بتوقعهم هما الاتنين على الأرض. وبرغم من تنكر بيكون متأثر بالضربة لأنه يقدر يقوم من تاني، وساعتها بيبدأ الحكم يعد العد التنازلي للمصارعة. وبتفضل ويني تنادى على ستيف اللي بيكون فاقد الوعي تماما وما بيتحركش من مكانه. وفي اللحظة دي بتبدأ ويني تسقف، والدة ويني تسقف، وقتها بيقلدوها كل الموجودين في الاستاد وبيعملوا زيها. ولما ستيف بيسمع الصوت ده بيفوق من تاني فبينبهر الجمهور وبيتحمس جدا، على عكس تنكر اللي بيبدأ يفقد أعصابه تماما وينتقل على ستيف اللي بيقف وبيمسكه من المجسات وبيلف بسرعه كبيره وبيرميها على الحبال اللي بتطير في الهواء. وبتستغل ستيف الحبال وبينط هو كمان لفوق وبيضرب اتنكر بالضربه القاضيه وبيوقع على الارض وبيقعد فوق. ولما بيجي اتنكر يقوم ما بيقدرش انه يتحرك من مكانه ويبدا العد التنازلي وبيفوز ستيف في المباراه. وبتفرح ويني جدا باللي حصل وبيبدا الجمهور يحيوا ستيف اللي بيفضل يحتفل معاهم. اما اتنكر فبيروح يخرج من الحلبة وهو بيعيط. وفي الوقت ده بنشوف الزعيمه هي وكل الوحوش اللي معاه واللي بيكونوا فرحانين جدا وفخورين بفوز ستيف في المباراه. واخيرا بياخد ستيف حزام البطوله وبيحتفل مع الجمهور. وفي الوقت ده بيجي سيل ويني وبيهنيها على الفوز وبيقول لها ان هي مدربه ممتازه وبيسيبها ويمشي. وبيحتفلوا ويني وستيف وبيرقصوا وبيبقوا مبسوطين جدا. اما الجمهور بيبقى مبسوط وبيرقص، بينضموا لهم الجمهور وبيرقصوا كلهم وبينضموا لهم اصدقاء ستيف ويقدروا كلهم يرقصوا. وبكده ستيف بيثبت جدارة وبيقدر ان هو يفوز في المسابقة وكمان بيكون اقوى ابطال المصارعة الوحشية وبيقدر انه يتغلب على الوحوش اللي ما كانش قادر عليها. وما تنسوش اللايك والاشتراك.